الوالد أوسط أبواب الجنة هندي دي باب درجه بهشتي النيفنا فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه هاجر تبي أي بابي أي درجه بخا حفظك ينجي تبي بشجه بإخا. وأخبر عليه الصلاة والسلام بخسارة من أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخله الجنة بمديار كرياكو أو كسا خسار مندا أو كسي دايكو بابتوي يمظن بوين أو ودايكو بابا نكت سباب نكت هوكار كبشتا بهشتي. قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه يعني دفنوا يأردر بخشتن دفنوا يأردر بخشتن دفنوا يأردر بخشتن. قيل من يا رسول الله قلت أو كيا يا بيغمبر يخدي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة أو بجهت دايكو باب تخوا يعني دايكو باب تخوا ببينتن اختيار بن مظن بن دانا عمر بن وأو شاكي وباشيد قلوانك حتى بسبب بيشندي بيشتا بهشتي. وقد ذكر الله عز وجل عن أنبيائه أنهم كانوا بررة بوالديهم. رب العالمين سبحانه وتعالى بما بحث كرياكو أنبياء رب العالمين قالك باشو شاكبون اتقال دايكو باب تخوا. قال الله تعالى عن نبيه يحيى وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن نبيه عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والأم لها أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل. دايك بطيبتي مظنترين حق يهي السر بتشيك يتخو بشتي حق رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه يعني وصية المهاتية كرن ما هايش دايكو بابت خوهابن وبوشي بما ديار كر كو وصية الماكرية ما هايش دايكو بابا هبتن أذيا في الاعتناء بهذه الوصية أم اهتمام بوصيته بكين حملته أمه وهنا على وهن دايك أو خدان كريا تزيجي خدا أي ضعفا على ضعف يعني دايك جوشت وخينا دايك يتيتا مشتن حتى أو بوشيكا اد زيجي ودا بهتا خدان كرن ومشقة على مشقة في الحمل واختيد زيجي ودا وعند الولادة واختيد بتن ثم حضنه في حجرها وقت خدانة كاتن وإرضاعه وقت شير الداتي قبل فطامه بل شير سرقة عبة. فقال تعالى وفصاله في عامين أن اشكر لي شكرا بك رب العالمين بجن سبحانه وتعالى ولوالديك إلي المصير وجاء شكرا ديكو بابي خواجبك زفراندن بولاي منه.